السلام عليكم واهلا بيكم في الحلقه الرابعه من الموسم الثاني من تيلكو بايتس بالعربي. حلقات النهارده بتيجي بتزامن مع نهايه 2022 وبدايه 2023 اللي احنا بنتمنى انها تكون سنه خير على الجميع ان شاء الله. حلقة النهاردة إن شاء الله هتكون حلقة خفيفة هنتكلم فيها عن مجموعة من أخبار فودافون وعالم الساسي وغيرها من الأخبار. وفي النهايه هنتكلم بشويه تفاصيل عن الشات جي بي تي من اوبن اي اي، وهنشرح لبعض مفاهيم الماشين ليرنينج المتعلقه بيه واهم تطبيقاتهم. وكالعادة هيكون معاكم محمد الديب وانا باسم علي. ومن غير كلام كتير يلا بينا على المواضيع. اول حاجه في حلقه النهارده هنتكلم شويه عن فودافون، وفي اطار ترتيب البيت اللي هي شغاله فيه بقالها فتره، سواء من خلال بيع اصولها او دمج شركاتها المختلفه مع بعضها او مع اوبريتورز تانيين، خاصه بعد تراجع اسهمها باكتر من 45% في اخر 4 سنين، واستقاله او اقاله السي او نيك ريد من اداره الشركه. في الاطار ده استحوذت مجموعه فوداكوم الجنوب افريقيه على حصه 55% من فودافون مصر. الصفقة قيمتها تقترب من 60 مليار جنيه وبحجم تداول 132 مليون سهم، وبسعر نقدي حوالي 18 يورو لسهم الواحد، وبكده تعد الصفقة دي واحدة من أكبر صفقات الاستحواذ في مصر. من جانب آخر فوداكوم هتنتظر موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على عرض الشراء الاختياري لأسهم الأقلية بفودافون مصر مقابل 18 دولار للسهم الواحد، عشان تكون القيمة الإجمالية للصفقة 56.3 مليون جنيه، وده بعد ما المصرية للاتصالات رفضت بيع حصتها في فودافون. فبكده الملخص يعني ان هيكل الملكيه لفودافون مصر هيكون 55% لفوداكوم الجنوب افريقيه، و44.8 للمصريه للاتصالات زي ما هي مفيش اي تغيير، و2 لصغار المساهمين. وعلى الناحيه التانيه بقى هنلاقي ان شركه الاتصالات الاماراتيه اي اند رفعت من نسبه حصتها في فودافون جروب ل 11%. لو تفتكروا فاتصالات كانت اشترت 9.8 من اسهم فودافون في مايو اللي فات عشان تكون اكبر مساهم في الشركه البريطانيه. الفكرة هنا بقى إن اتصالات المرة دي بتدرس في نفس الوقت شراء نسبة 60% من فوداكوم الجنوب أفريقية، وبالتالي لو ده حصل هتكون ليها الحصة الحاكمة أو حصة الأغلبية في فودافون مصر. ده غير إنها هتكون موجودة بشركتين مختلفتين المفروض ما بينهم منافسة. بالإضافة لكده هيكون في شركة واحدة بتحتكر ما قيمته 64% من سوق الموبايل، لأن كده عملاء فودافون اللي هم حوالي 43 مليون عميل وعملاء اتصالات ال 29.3 مليون عميل هيكونوا تحت نفس الإدارة في الآخر. وده شيء أعتقد إنه صعب تسمح بيه الجهات التنظيمية في مصر زي جهاز تنظيم الاتصالات أو جهاز حماية المنافسة. ومن اخبار الاستحواذات اللي حصلت الفتره اللي فاتت في فودافون للاخبار المتعلقه بالاوبن ران، اللي فودافون من اشد المؤيدين والداعمين ليها، هنلاقي ان فودافون اعلنت انها بدات في اخر مرحله من الاعتماد على سيطات الاوبن ران، لكن المره دي في المناطق اللي فيها كثافه سكانيه عاليه. في الغالب قبل كده كنا بنلاقي الاوبريتورز بيبنوا سيطات الاوبن ران في المناطق اللي ما فيهاش سكان كتير، عشان يعني لسه الموضوع في اوله ولسه في علامات استفهام على الاعتماديه والبرفورمانس والاوبريشن للاوبن ران تكنولوجي مقارنه بالتراديشنال ران. لكن فودافون قررت تاخد الموضوع لمستوى اعلى وتنزل الفيلد على طول، خاصه انها عايزه تحقق تارجت ان 30% من النتورك تكون شغاله بالاوبن ران بحلول 2030. جدير بالذكر ان فودافون اتعاونت مع ديل وسامسونج وانتل في الديبلويمنت الاخرانيه دي، وطبعا منتظرين التعاون ما بينها وبين نوكيا بعد انضمام الاخيره للاوبن ران كلوب. 8 مليار دولار هو الرقم اللي أعلنته ديلورو عن توقعاتها أنه يوصلوا حجم ماركت الساسي في 2023. ماركت الساسي أو ال Secure Access Service Edge يعتبر أكبر ماركت في شريحة النتورك سيكيورتي، نمواً بمعدلات زيادة في الأرباح بنسبة 25%، والزيادة دي طبعاً مدفوعة بالنمو في عمليات الديجيتال ترانسفورميشن والهايبرد وورك انفايرمنتس، واللي خلت الاعتمادية على شبكة الإنترنت والساس أو السوفتوير از سيرفيس كبيرة جداً. وبالتأكيد ده محتاج تعامل مختلف مع السيكيورتي بسبب الاتجاه للديستريبيوتد كلاود موديل اللي بيتبنى عليه الساس، وما عادش السيكيورتي بريمتر بتاع الشركات واضح زي في حالة الاون بريم ابليكيشنز. على فكرة كان في حلقة كنا عملناها قبل كده بنشرح الاس دي وان والساسي والاس اس اي في حدود تقريبا 10 أو 15 دقيقة، هنسيب لكم لينك ليها في المصادر. ومع ظهور أي تكنولوجي جديدة بتيجي مشكلة عدم وجود تعريف واضح للتكنولوجي دي وإيه إمكانياتها وحدودها، وكل فيندور بيبتدي بروموت الإمكانيات بتاعته ويعرف التكنولوجي دي من وجهة نظره هو. زي ما اتكلمنا قبل كده عن الفيندور اللي بيسوق لساسي سولوشن مفهوش أي اس دي وان وبيقول إن الاس دي وان أصلا ملوش دعوة بالساسي،
وده بكل بساطة لأنه قوي في حتة السكيورتي اللي هي ال SSE من عنده، قوي فيها بس ما عندوش SD-WAN solution، فقرر إنه يسوق لفكرة إن الساسي لا يستدعي وجود SD-WAN، وكتير أمثلة بالطريقة ديت. ومن هنا بتيجي أهمية الستاندرايزيشن والستاندرد بوديز، وده اللي يجيبنا الخبر إن MEF أو المترو إيثرنت فورم، واللي يعتبر من أهم الستاندرد بوديز في عالم النتوركس، والمعروف بمجموعة الستاندردز الخاصة بالكارير إيثرنت زي الإيلان والإيلاين وغيرها من الستاندردز المشهورة، أعلن عن أول MEF ستاندرد ساسي فريمورك واللي رقمه MEF 117، ومن خلاله MEF بتحط مجموعة من التعريفات وبتحدد إيه الساسي كومبوننتس، وإيه الحاجات اللي ماست أو لازم تكون موجودة في أي ساسي برودكت، وإيه الحاجات الأوبشنال وهكذا. حاجة زي دي بتسهل جدا على الكاستمرز، خصوصا إن يكون عندهم ريفرنس واضح يحكموا من خلاله على الساسي برودكت المعروض عليهم، إذا كان متوائم مع الستاندردز المتعارف عليها من كبار المصنعين والمشغلين اللي هم طبعا جزء من الستاندرد بادي. وأهم من كده إنك تقدر تقارن الساسي برودكتس المعروضة عليك بمعايير واضحة تخليك تقدر تاخد القرار بسرعة، مين تكمل معاه في ال RFP المعروضة مثلا، ومين يتعمل له disqualify من بدري. الساسي زي ما وضحنا قبل كده هو التقاء النتوركينج ممثلا في ال SD-WAN مع السكيورتي ممثلا في ال SSE، وكل منهم بيجي بمجموعة كبيرة من التكنولوجيز، وده اللي بيخلي وجود فيندور واحد بيوفر كل الساسي كومبوننتس من خلال برودكت واحد أو سنجل بين اوف جلاس أمر مش سهل. وعشان كده فجارتنر أصدرت تقرير عن عالم السنجل فيندور ساسي، واللي شرحت فيه ايه الكور كومبوننتس للساسي زي ال SD-WAN والكاسبي وال SWG وغيرهم، ووضحت ايه recommended capabilities زي الريموت براوزر ايزوليشن والبروتكشن DNS وغيرها. وكمان التقرير اتكلم عن المالتي فيندور ساسي سولوشنز، واللي بيقوم فيه 2 أو أكتر من فيندورز بعمل شراكات لعرض الساسي سولوشن موحد بيتكون من الكومبوننتس المختلفة اللي بيقدمها الفيندورز دول. وكمان في المانج سيرفيس الساسي، وده للشركات اللي حابة تريح دماغها وما عندهاش ستاف كفاية يقدر يبيلد ويوبريت حاجة معقدة زي الساسي. من أهم الشركات اللي اتعرفت كريبريزنتيف فيندور للمنطقة بتاعة السنجل فيندور ساسي هي شركة فورتينت وسيسكو وبالو ألتو فيرسا وفي إموير. ومن الشركات اللي بتعتمد استراتيجية المالتي فيندور زي سكيلر، واللي بتمتلك SSE سولوشن قوي وبتكومبلمنت ب SD-WAN سولوشن من فيندور مختلفين زي في إموير أو جونيبر أو بالو ألتو وغيرهم. طبعا هتلاحظ ان في شركات عندها الكومبليت ساسي سولوشن، ومع ذلك فهي بتعمل شراكات وانتجريشن مع غيرها من البرودكتس، وده يوضح لك نقطة مهمة جدا، ان مفيش one solution fits all، كل كاستمر ليه احتياجات مختلفة، واللي طبقا لكل شركة ممكن تبروبوز الكومبليت سولوشن من خلالها، او ان هي تدخل بالشراكة مع شركة تانية عشان تقدر تفيت النيدز والريكويرمنتس بتاعة RFP معينة. وأخيراً وليس آخراً فهناك المانج سيرفيس الساسي، وده في الأغلب من خلال أوبريتورز زي تليفونيكا وفرايزون وAT&T، واللي بيعملوا هم شراكات مع فيندورز كبار بيوفروا لهم الساسي سولوشن زي فورتينت وبالو ألتو وغيرهم من خلال ريفينيو شيرنج موديل. تقرير جارتنر عن السنجل فيندور ساسي وغيره غني ومليء بالمعلومات، فهنسيبه في المصادر للي حابب يستزيد. وقبل ما ندخل ونتكلم في الشات جي بي تي من اوبن اي اي، خلينا نقول لكم على 3 اخبار سريعه من الماركت. اول خبر فيهم هو نجاح شركه الاتصالات السعوديه SCC في دمج 4 كاريرز على ال 5G ستاند الون كور. الترايل اللي عملتها SCC تمت في مدينه مكه بالتعاون مع نوكيا وميديا تك. نوكيا كانت موجوده بالاير سكيل بيس باند والماسيف ميمو والار ار اتش، وطبعا كل ده مبني على الكاستوم شيبس بتاعتهم ريف شارك. وميديا تك كانت موجوده بالام 80 5G مودم اللي بيسبورت ال 3GBP ريليز 16. الترايل زي ما قلنا بتدمج 4 كاريرز مع بعضهم. اول 2 كارير من الاربعه كان المود بتاعهم FDD وشغالين على 700 ميجا هرتز وال 2.1 جيجا هرتز. التو كاريرز التانيين كانوا شغالين على TDD او التايم ديفيجن دوبلكس على ال 2300 وال 3500 ميجا هرتز. طبعا في TDD بيستخدموا نفس السبيكترم، الفرق بس بيكون في التايم سلوتس. وبنجاح التجربه دي تكون SCC اول اوبريتور يعمل الفور كارير اجريجيشن في الشرق الاوسط وافريقيا. لو تفتكروا اول اوبريتور يعملها في اوروبا كانت بريتش تيليكوم من شهرين برضو بنفس الطريقه.
2 كاريرز من الاف دي دي و2 كاريرز من التي دي دي، لكن طبعا على فريكونسي رينجز مختلفه. الخبر التاني هو عن شراكه ما بين سيسكو وتي موبايل لاطلاق اكبر كلاود نيتيف كونفرجد كور جيت واي. المقصود بالكونفرجد جيت واي هنا هو باكيت كور واحد بيخدم ال 4 جي وال 5 جي ترافيك في نفس الوقت. قبل كده كان دايما الاوبريتورز بيبقى عندهم 2 كور، واحد بيخدم ال 5 جي ستاند الون ترافيك والتاني بيخدم ال LTE والنون ستاند الون ترافيك. لكن اللي عملته تي موبايل انها جمعت الاتنين كور مع بعض وسميتهم كونفرجد كور، وده طبعا هيسهل كتير في الاوبريشن. الكور الجديد مبني بالكامل على كوبرنيتس ومتوزع في اكتر من لوكيشن، فبالتالي برضه هيسهلوا على نفسهم اليوز كيسز اللي محتاجه ليتنسي قليله زي مثلا الايدج كومبيوتنج. تي موبايل استخدمت سيرفرات سيسكو UCS وراوترات سيسكو 8K ونكسس 9K سويتشز بالاضافه لسيسكو NSO عشان يعملوا فول ستاك اوتوميشن وهم بيبنوا الكونفرجد كور. الخبر الثالث والاخير هو ان موضوع الداتا ريجوليشن بدا ياخد حيز كبير من اهتمامات الهايبر سكيلرز مؤخرا. فمايكروسوفت مثلا اعلنت ان هو بدايه من 2023 هتقدم اوبشنز لعملائها في الاتحاد الاوروبي ان هم يحتفظوا ويعملوا بروسيسنج للداتا داخل حدود منطقه الشنجن، ومش هتغادرها ابدا. البيانات دي ممكن تكون بيانات خاصه بيهم هم او بالاند يوزرز اللي بيتعاملوا معاهم او بالتيكتس اللي هم بيفتحوها مع مايكروسوفت او طلبات الشراء وغيرها. خطوة مايكروسوفت بتيجي عشان تتوافق مع قوانين الاتحاد الأوروبي في حماية البيانات أو ما يعرف اختصارا بالجي دي بي آر. مايكروسوفت هتبدأ تطبق الرولز الجديدة على خدمات ال 365 وأجر وباور بلاتفورم وداينامكس زي ما قلنا في بداية السنة الجديدة. على الناحية التانية هنلاقي إن AWS مكملة في بناء الريجونز واللوكال زونز في أوروبا. فالأول هي كان عندها 6 ريجونز متوزعين في دول زي فرنسا وألمانيا وإيرلندا وإيطاليا والسويد. دلوقتي هي ضافت عليهم 2 جداد في أسبانيا وسويسرا في خلال الشهر اللي فات. وجوجل برضو بتعمل بارتنرشيب مع غالبية الأوبريتورز في أوروبا زي تي سيستم في ألمانيا وS3NS في فرنسا وتيليكوم إيطالي في إيطاليا. فيعني زي ما انتم شايفين كده ان الهايبر سكيلرز بيحاولوا يكونوا موجودين اقرب ما يمكن للاند يوزرز لأسباب كتيرة، بس يمكن أهمها حاليا إن هم يتجنبوا أي مساءلة قانونية بخصوص البيانات. في 30 نوفمبر OpenAI أعلنت عن إتاحة شات جي بي تي للبابليك تيستينج، ومن ساعتها والدنيا مقلوبة وكله خايف من ال AI اللي وصل لمرحلة مرعبة. واللي ما يعرفش إيه الشات جي بي تي فهو شات بوت مصمم إنه يدي إجابات مماثلة لإجابات البشر بطريقة حوارية، ويفهم سياق الحوار وتقدر تتابع مع الأسئلة والأجوبة في سياق متصل. زي مثلا إنك تسأله عن رئيس أمريكا فيقولك جو بايدن، فتقول له عنده كام سنة من غير ما تذكر اسم جو بايدن explicitly، وهكذا. ده طبعا مثال بسيط جدا. الشات جي بي تي مبني على اللانجويج موديلز الخاصة بجي بي تي 3.5، واتعمل له فاين تيونينج باستخدام السوبرفايزد والرينفورسمنت ليرنينج تكنيكس. كلام جميل. ايه بقى اللانجويج موديلز وايه الرينفورسمنت والسوبرفايزد ليرنينج تكنيكس؟ اولا اللانجويج موديل بكل بساطه هو موديل لاحتماليه ظهور كلمه بعد كلمه معينه، وده بيتم عن طريق عمل probability موديل لكلمات لغه معينه من خلال كميه ضخمه من المعلومات المتمثله في المقالات والاخبار وصفحات ويكيبيديا للغه ديت وغيرها. ومن كل البيانات دي نقدر نشوف احتماليه ظهور كلمه بعد كلمه معينه في سياق معين. يعني مثلا لو كتبت جو مثلا في سياق سياسي يبقى الأقرب إنه جو بايدن مش جو هاريس مثلا لاعب الباسكتبول. وده زي اللي بنلاقيه في الأوتو كومبليت الخاص بالكيبورد بتاع الموبايل، اللي دايما بتلاقيه بيقترح عليك كلمات ملائمة للكلمة اللي انت لسه كاتبها. تكتب باسم تلاقيه بيقترح الله ثم الرحمن ثم الرحيم وهكذا. طيب ايه بقى السوبرفايزد والرينفورسمنت ليرنينج تكنيكس دول؟ اولا السوبرفايزد ليرنينج تكنيك هو انك بتدي الماشين ليرنينج موديل مجموعه او داتا سيت بتكون ليبلد، يعني معمول لها كأن معمول لها كاتيجورايزيشن. فاحنا هنا معانا في انبوت داتا زي مثلا مجموعه كبيره من الايميلز، ومعروف بالظبط مين فيهم السبام ومين اللي مش سبام، معمول لكل واحد ليبل ده سبام وده مش سبام. ومن خلال الداتا ديت بيحصل تريننج للموديل ويوصل انه يقدر يفرق ما بين الايميلات الجديدة، يقدر يفرقها كسبام او نون سبام. طيب السوبرفايزد ليرنينج موديل دوت في منه نوعين، في الكلاسيفيكيشن والريجريشن. الكلاسيفيكيشن دوت للحاجات اللي سهل انه يتعمل لها كاتيجورايزيشن، زي انك تقول الايميل دوت سبام او نون سبام، تقول ان بكرة ان شاء الله حر او برد.
إنما الريجريشن ده بيستخدم للحاجات الأكثر تعقيدا. ده بيعمل بريدكشن للفاليو بحد ذاتها، بحيث إنه يقولك مثلا إنه بكرة بيزد على المعطيات اللي عندنا من المتوقع إن تكون درجة الحرارة كذا. فدوت الفرق ما بين الكلاسيفيكيشن والريجريشن تحت السوبرفايزد ليرنينج. الرينفورسمنت ليرنينج بقى هو طريقة لتعليم الماشين ليرنينج موديل ازاي يحل اعقد المشاكل من غير ما تديله اي نوع من التلميحات او الهنتس، كله ترايل اند ايرور. بس انت بتعمل له دوت في صورة جيم وليها رولز معينة او ما يسمى بالريورد بوليسي، والهدف ان الماشين ليرنينج موديل يحل المعضلة اللي قصاده ويحقق اعلى ريورد ممكن. زي مثلا انك تشغل الماشين ليرنينج موديل بتاع العربية ذاتية القيادة وتديها مجموعة من الأهداف، زي إن هي توصل في أقل وقت وأقل انبعاثات للوقود مع مراعاة قواعد المرور. طبعا حاجة زي كده محتاجة بروسيسنج باور خيالية وكمية من الترايلز بتوصل لأرقام فلكية، ومحتاجة يتعمل لها ايفالويشن كلها. وعشان كده فالتريننج بتاع شات جي بي تي تم على منصة أجور من مايكروسوفت، واللي بالمناسبة فهي الشريكة في شركة OpenAI المالكة لشات جي بي تي بما يوازي $1 بليون، واشتركوا مع بعض عشان يبنوا Azure AI Platform. على فكرة فشات جي بي تي عنده 175 بليون بارامتر، واتعمل له تريننج على 570 جيجا بايت من التكست، اللي هو بالمقارنة مع شات جي بي تي 2 اللي كانت عمل له تريننج على داتا سيت أصغر 100 مرة من كده، وما كانش فيه غير 1.5 بليون بارامتر بس. طيب احنا كده اتكلمنا عن technical aspects كتيرة من الشات جي بي تي. ايه بقى حلاوة الشات جي بي تي او ايه الحاجة المختلفة فيه؟ ليفل الوحش صراحة بدأ مع محاولة البعض استخدامه لكتابة برامج كاملة، زي ديمو لكتابة برنامج to do list وتطلب منه استخدام لغة معينة، زي مثلا React للفرونت اند ونكست جي اس للباك اند. الشات بوت كان بيطلع كود دقيق لدرجة مخيفة، وممكن تكمل حوار معاه، زي انك تطلب مثلا تعديل انه يستخدم كلاود داتابيز بدل الميموري ستورج وهكذا. والامثله كتير لاستخدامات الشات جي بي تي زي كتابه السكريبتات والفيديو ايديتنج وغيرها، وكلها كانت بتدي ريزلتس مبهره. من الامثله المفيده في عالم التلكو والنتورك انك ممكن تسال شات جي بي تي عن معنى ايرور لوج معين انت مش فاهمه. الشات جي بي تي بيقدر يرد عليك بطريقه سلسه جدا، وبيشرح لك الايرور وازاي تحله كمان. وفي ناس جربوا يعملوا سيميليشن لكوبرنيتس كلاستر ديبلويمنت، وده ممكن يبقى مفيد في التريننج بيربوسز. في تيلكو بايتس جربنا نسأله عن الانيشال كونفيجريشن مثلا للسيجمنت راوتنج باستخدام جونوس، واذا كان ممكن نعمل اوتوميشن للكونفيجريشن دي، واذا كان ممكن نستخدم سيسكو ان اس او لعمل الاوتوميشن ده. والاجابات الصراحة كانت خيالية. انما في نفس الوقت خلي بالك ان في مشكلة في الشات جي بي تي، من أهمها plausible sounding but incorrect answers، بمعنى أوضح إنه بيدي إجابات ممكن تبان إن هي صحيحة ومنطقية، لكنها في الحقيقة ملهاش أي أساس من الصحة. زي إنك تسأله إن يقارن لك مثلا ما بين two products هم أصلا مش في نفس الكاتيجوري، وتلاقيه بيحاول يطلع لك حاجات مشتركة زي الرابط العجيب بتاع سبيس تون لو حد كان شافه قبل كده. وزي ما كل تكنولوجيا جديدة ممكن يكون لها تطبيقات مفيدة، فستيل هي ممكن تبقى أداة خطيرة زي أي تكنولوجيا. فهنلاقي إن في مجموعة من الباحثين في تشيك بوينت استطاعوا إن هم يجنريتوا هجوم متكامل، من أول كتابة الفيشنج إيميل وعمل إكسل فايل في ميليشيز في بي اي كود، ومن خلاله يتم تحميل ريفيرس شيل للماشين المستهدفة. ما شاء الله، أتاك متكامل بمجرد إنك تدردش مع الشات بوت، كأنك بتدي RPG للأطفال يلعبوا بيه. عموما عالم ال AI عالم كبير ومعقد وتطبيقاته لا نهائية، وفي كل المجالات، واللي من أقربها لينا زي ما اتكلمنا في حلقات قبل كده تطبيقات في ال 5G والأوران والريك، وإزاي ممكن نستخدمه لعمليات الراديو اوبتمايزيشن والبيم فورمينج والاي اي اوبس وغيرها من التطبيقات الكتيرة، واللي أكيد هنتطرق ليها أكتر وأكتر الفترة الجاية بإذن الله. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة، واللي احنا حقيقي بنتمنى انكم تكونوا استفدتوا منها. استنونا في حلقتنا الجاية ان شاء الله، وما تنسوش تتابعونا على ابل بودكاست، جوجل بودكاست، سبوتيفاي، وطبعا على اليوتيوب عشان يوصلكم كل الابديتس الجديدة من تيلكو بايتس بالعربي.
ونحب دايما نشوف تعليقاتكم واقتراحاتكم من أجل تحسين وتطوير البودكاست، ونتقابل الحلقة الجاية إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سلام.